50. ما تعريف الرياء؟ الجواب: الرياء هو أداء العبادة من أجل أن يراه الناس ويمدحوه. الله المستعان. كمل. السؤال الثاني بعد 50: ما حكم الرياء؟ الجواب: الرياء محرم وهو من الشرك الأصغر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد وصححه الألباني. الرياء يعني واضح من هذا اللقب، الرياء يعني أن يعمل الإنسان رغبة في رؤية الناس له حتى يراه الناس، حتى يراه الناس. وهذا لا شك أنه يعمل حتى يراه الناس، يعني ما عمل لله عز وجل وإنما عمل للناس. وبما أمرنا أن نعمل لله، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فادعوا الله مخلصين له الدين. فيجب على المسلم في كل عمل أن يبتغي به وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا. إذن هنا أن تجعل عملك لله وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في التفسير يعني إلا ما أريد به وجه الله، الباقي هالك، الأعمال كلها تذهب، لا يبقى إلا ما يبتغى به وجه الله. من جميل ما قيل في الرياء، قالوا: داء يصيب الصالحين. داء يصيب الصالحين كيف؟ ها يا أستاذ، يعني الفاجر الزاني السارق، ها مو هذا مش مجال واحد يرائي بالسرقة، يرائي بالفاحشة، صح؟ إذن هو أين مجال الرياء؟ الأعمال الصالحة. يصلي فيرائي، يصوم فيرائي، يحج فيرائي، يجاهد فيرائي، ينفق فيرائي، لكي يقال جواد، لكي يقال شجاع، لكي يقال قارئ، لا أنه في المعاصي والفجور لكي يقال زاني، لكي يقال مرابي، لكي يقال سارق، لا. إذن شوف، انظر خطرتين، أين يحوم هذا الرياء؟ مع الأعمال الصالحة ولا مع المنكرات والمعاصي؟ مع الأعمال الصالحة. فقالوا هذا إيش؟ داء يصيب الصالحين. داء يصيب الصالحين خطير جدا. أين تكمن خطورته؟ بأنه خفي، خفاء، إلى درجة أن قد يكون الإنسان فيه من الرياء ما فيه وهو لا يشعر، لأنه أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يعني آثار مشي النمل على صخرة صماء سوداء في ليلة ظلماء، هل يرى أثر مسير النمل؟ خفي جدا. يعني إذا كان بهذا الخفاء، فمن ذا الذي يستطيع أن يجزم لنفسه بأنه إيش؟ مخلص لله عز وجل، ليس في عمله ذرة من الرياء كما بعض الناس يشهد الله ما أردت إلا وجه الله، يعلم الله ما لي فيها، تعجب ويقسم بالله، مثل اللي رشحوا أنفسهم: قسما بالله أني أمثلكم لا أمثل عليكم، أقسم بالله ما أردت. سبحان الله، كلش ما يمشي الله وحده. هذا أمر خطير، خطير جدا. من خطورته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني ثلاثة، ومن كان من صنفهم، مش ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف. قال: رجل تعلم العلم، وفي رواية قرأ القرآن، ورجل أنفق، ورجل قاتل. كما يقال: السيد يسود قوم بهذه الثلاث: علم وكرم وشجاعة. يعني واحد كيف يسود قوم يصير هو؟ إذا كان إيش اتصف إيش؟ عنده علم وحكمة، وجواد كريم دفيع وشجاع، هذه قمة الأعمال. يعني لو اجتمعت هذه في واحد يستحق أن يكون سيدا على قومه.
علم، شجاعة وكرم، وإلا يوم القيامة هؤلاء أول من تسعر بهم النار. لما؟ ليس الشجعان ولا القراء ولا العلماء ولا المنفقين المحسنين، لا، وإنما الذين يقوم بها الأعمال يريدون أن يقال عنهم أعمالهم صالحة في ظاهرها، نياتهم سيئة. يؤتى بالأول فيذكر بنعمة الله فيقر بها، فيقال له وما عملت؟ يقول ما تركت، قال قرأت القرآن في سبيلك وعلمته. في رواية يقول تعلمت العلم وعلمته، فيقال له كذبت، قرأت القرآن لكي يقال قارئ، وتعلمت العلم لكي يقال عالم. هذا في العصر مش موجودين. ها ويتسابقون، كل واحد يظهر يعني محاسن قراءته وصوته ويسجل نفسه وشوفوني واصدارات، وحتى يصلي يصور نفسه. هذا خطر، امر خطير جدا. ولا والشهادات الفلانيه، لا تقول يا فلان، لا دكتور، مضاهاة. هذا علم عباده. ترى طلب العلم مثل ايش يا اخوان؟ مثل الصلاه والصيام، يجب ان تبتغي بوجه الله عز وجل. لكن الان كثير من الناس ما يستحضر هذا الشيء. المهم شهاده، المهم منصب، المهم درجه احسن، المهم راتب افضل. هذا ياتي تبع، لكن ما يكون هو الاصل. تقرأ القرآن عشان تاخذ درجات، عشان تاخذ امتياز اساسا، لا، تقرأ القرآن تعبد لله عز وجل، تعبد لله تبارك وتعالى. لكن كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله اليوم، قال اليوم لو يأتي الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ما عندك شهادة، بس كيف تدعو إلى الله؟ كيف تكون مدرسا معلما؟ يقولك لابد من شهادة، ولا يقول لك لو تكون ايش ما تكون. فها ممكن تكون وسيلة بس ما تجعلها غاية. الأصل في طلب العلم، الأصل في قراءة القرآن، الأصل في قراءة السنة أن يكون لوجه الله تعالى، تتعلم علما مما يبتغى بوجه الله. هذا تعلم العلم ولا قرأ القرآن لكي يقال عنه. يقال في الحديث في صحيح مسلم فقد قيل سموك القارئ، سموك العالم، يعني ما أراد قد حصل عليه، قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. يؤتى بالآخر فيذكر بنعمة الله فيذكرها، يقر بها. ماذا عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. أنفق إنفاق عظيم، فيقال كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد وقد قيل. ماذا الذي أردت؟ هذا الذي أردت. فقد قيل عنك الكريم الجواد المحسن، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه. فيؤتى بالثالث هذا فيذكر نعمة الله فيقر. فماذا عمل؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقال كذبت، لقد قاتلت كي يقال عنك الشجاع وقد قيل، ثم يسحب على وجه النار. يعني خطير جدا. الرياء خطير جدا، مفسد العمل، محبط للعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخشى علينا، يخاف علينا تحبط أعمالنا. ما خاف علينا من الفقر، ما خاف علينا من فوات الدنيا، خاف علينا أن تفوت الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى يا إخوان؟ يوم القيامة. ألا ذاك هو الخسار المبين. لأن الرياء محبط العمل. قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك، لله ولغير الله لا، فهو الذي أشرك. الله غني جل وعلا، وإن أحسن العبد فإنه يحسن لنفسه، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان إيش؟ ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا إيش يا إخوان؟ نكرة في سياق النفي، يعني لا يشرك أي أحد، لا لفلان ولا لعلان. ومثل الرياء التسميع، يعني ايش؟ من سمع سمع الله به. التسميع اما ان يكون للاشياء التي يتكلم بها كالقراءة والخطابة وقول كلمة الحق. الناس شجاع ما شاء الله، قال كلمة الحق،
فيسمعه الناس، أو التسميع يعني يعمل عمل لكي يسمع الناس أنه تبرع، أنه فعل. فالتسميع والرياء باب واحد، إما يعمل حتى يراه الناس ويحسن من صلاته ويحسن من أدائه لما يرى من نظر الرجل إليه، أو يتكلم بالكلام أو القراءة لكي يسمع، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. لا هذا ولا هذا أراد بذلك إيش؟ وجه الله. فلذلك الرياء من الشرك بالله، والشرك الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء كان أصغر أو أكبر لا يغفره الله. لكن الأكبر محبط للعمل موجب للخلود في نار جهنم، والأصغر لا يغفر ويحاسب عليه العبد، لكنه ما يحبط الإيمان ولا يوجب لصاحبه الخلود في النار. هذا الحكم العام للرياء بأنه من الشرك الأصغر، حرام من الشرك الأصغر، لكن ثم رياء ممكن يصل في الإنسان إلى الشرك الأكبر، وهو ذاك إيش؟ رياء المنافقين الذي لا قصد له في الإسلام إلا فقط ليراه الناس، حتى إذا صلى يصلي بلا وضوء، أصلا ما يؤمن بالصلاة يعني، بس حتى يراه الناس أنه يصلي. حتى إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كاذب، فقط يريد هكذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فهذا رياء المنافقين هذا أكبر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لكن عموم الرياء الذي يصيب المسلمين المؤمنين هذا إيش؟ من الشرك الأصغر. الرياء داء الصالحين خفي لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. أما العمل، العمل معالجة هذا المرض هذا الداء بالإخلاص لله عز وجل. كونه يأتيك هذا الشعور أنا مرائي أو لست بمرائي، مرائي ومرائي، عملنا خالص ولا مش خالص، صلينا لله، حجينا لله، ولا صدقنا لله ولا ما تصدق، هذا دليل على كما يقال ظاهرة صحية، هذا دليل على أن فيك إسلام، فيك إيمان. فأنت دائما تفكر مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لست بمخلص، الله يستر علينا، يا رب تقبل منا، يا رب تحسن نوايانا، اللهم اجعل عملي خالص لوجهك الكريم. هذا دليل أن فيك إيمان صحيح. أما إيش؟ المريض بهذا الداء فإنه لا يشعر بهذا الشعور، بل يرى نفسه إيش؟ أخلص المخلصين، يكاد يدعي لنفسه النبوة، ما يشعر بنفسه أصلا. قال جل وعلا المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حتى ما قالوا صالحين، ما قال إنما نحن إيش؟ صالحون، قال إنما نحن مصلحون، يعني نحن صالحون بأنفسنا ومصلحين لغيرنا بعد. ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شوف المرض اللي في قلوبهم جعل واحد مش شاعر بنفسه، لا يشعر بنفسه. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فلذلك قيل عن النفاق وعن الرياء لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، لا يأمنه إلا ما يشعر فيه، ولا يخاف منه من النفاق ومن الرياء إلا مؤمن. فالذي أنصح به نفسي وإياكم وذكر نفسي وإياكم إخلاص لله عز وجل. إخلاص أمر عزيز جدا، حتى لا إله إلا الله الكلمة لا تظنها فقط تقال باللسان، بل لابد المسلم أن يقولها إيش؟ أن من قال لا إله إلا الله مخلصا إيش؟ من قلبه، لابد من إخلاص في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا تجعل من عملك شيئا لغير الله عز وجل. جاهد نفسك جهادا عظيما لكي تخلص الدين لله تبارك وتعالى. قال ما حكم الرياء؟ قال الرياء محرم وهو من الشرك الأصغر. طبعا الرسالة مختصرة جدا، يعني ما عرف الرياء، هو أن يعمل عمل يبتغي به غير الله عز وجل. هو محبط للعمل إذا كان من الرياء الأكبر، وقد يحبط جزءا من العمل إذا كان هذا العمل يتجزأ، كأن يتصدق ب50 خالص لوجه الله الكريم، فرأى الناس يرون ينظر إليه فأخرج 50 أخرى، فالأولى مقبولة والثانية
مردودة باطلة. لماذا؟ لأنه راى فيها. لكن لو راى في صلاته 3 ركعات لله عز وجل وركعة لغير الله، هذه وحدة متكاملة، بطلت صلاته لا تقبل. لماذا؟ لأن لا بد من شرط ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فاسأل عنه فقال الرياء. نعم.